السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل النهاردة بقى فطار خفيف كده وسهل، من غير لحمة، من غير سمك، من غير اي فراخ ولا اي حاجة. الفطار بتاعنا الشعبي او الاكل الشعبي الجميل اللي كل بيت ما بيستغناش عنه. اتمنى تتابعوا الفيديو للاخر، وما تنسوش بقى اللايك والشير علشان الفيديو يترفع ويظهر في محركات البحث. واللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل بسرعة يضغط على اشتراك ويفعل الجرس على الكل علشان يوصلوا كل جديد من وصفاتي. دلوقتي بقى انا جبت البتنجان وقطعت العروق اللي هي فيه زي ما انتوا شايفين كده، وحطيته في المية. حطيت الطبق ده علشان يبقى كله سوا واحد، ما يطلعش على الوش. تاني حاجة بقى جبت برضو الكسرولة دي، هحط فيها بيض علشان هسلق في يعني كمية البيض اللي موجودة عندك، ممكن زي ما تحبوا على قد عدد افراد الاسرة. فهحط برضو مية، وهحط كده البتنجان والبيض على النار يتسلقوا مع بعض. طبعا واحنا بنحط البتنجان ما نهرهوش قوي، اول بس ما يستوي معانا نصفي منه المية السخنة دي، لاننا لو سيبناه هيكمل سوا تاني في المية دي. هنيجي بقى هنا للبطاطس. برضو انا جبت كمية من البطاطس كده على حسب برضو الكمية اللي هتعملوها، وقطعتها صوابع زي ما انتوا شايفينها، وهحط عليها مية وهركنها علشان دي البطاطس اللي هتتحمر. وكان عندي بقى خضار، والخضار ده للأسف برضو يعني ما حطيتهوش في الاخر، يعني انا نضفته وغسلته وحطيته في التلاجة، وساعة التقديم ما افتكرتهوش خالص غير في نص كده واحنا بنفطر. جبت كده كان عندي خس وكان عندي جرجير، ونضفتهم زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. طلعت بقى كل الشوايب اللي فيها والورقه اللي بايظه او الصفرة اللي فيها، وحطيت بقى الميه. ومش الميه دي كافيه، ده انا حطيته كده على الحوض، وحطيت كمان شويه من الخل علشان ينزل كل الاتربه اللي فيه. هنا بقى عملت السلطه، وبصراحه كنت يعني طمعانه ان الاقي خيرايه في التلاجة، بس لقيت ان هو خلص، فعملت باللي موجود. عملت طماطم، وكان عندي كزبره خضراء او خضره خضراء، قطعتها بقى على الطماطم. وما بنحطش الملح او شوية من الخل غير في اخر السلطة ساعة التقديم، ما تحطوش من دلوقتي عشان الطماطم ما تتبلش معاكي، وكمان تنزل المية بتاعتها. هنيجي بقى نعمل التتبيلة بتاعة البتنجان دي. عندي كده نص راس من الثوم، وعندي دي ليمونة هحطهم في الكب. الشطة دي انا بخزنها من السنة للسنة، دي شطة باردة ماهيش حراقة. دي بفرمها وبحطها في الفريزر زي ما انتوا شايفينها في البرطمانات كده. باخد اللي انا عايزاه وبحطه في التلاجة. حطيت كمان شطة من اللي هي الحامية دي، برضو هريسة شطة انا عاملاها من السنة للسنة، حطيت منها معلقة. دي خلصت بقى، ان شاء الله نعمل سوا. اهم شيء لو هتفرمي الفلفل الاخضر الحراق او البارد وهتحطيه في الفريزر زي ما انا عاملاه كده، ما تحطيش عليه ملح ولا خل ولا اي حاجه. حطيت بقى هنا الملح، حطيت كمان الكزبره، حطيت الكمون، وضربتهم كده زي ما انتوا شايفينهم بالطريقه دي. حلوه قوي. عايزين تحطوا خل حطوا خل. هجيب بقى البتنجان بعد ما اتسلق، وزي ما انتوا شايفين عشان احنا اول ما اتسلق معانا بس، وكمان علشان احنا حاطين الغطا فاخد كله سوي واحد. هنقطع بقى نشيل الراس اللي فوق ده او الطربوش اللي بيبقى موجود على البتنجان العروس ده، وهنحط نفتحه بالسكينه ونحشي زي ما انتوا شايفين. علشان بقى ما اقعدش احشي واحده واحده، انا هفتح الكميه كلها الاول وبعد كده احشيها. اعملي التتبيله دي بكميه كبيره وحطيها في التلاجة عندك، او حطيها في الفريزر برضو في اي برطمان. وكفايه انها بتقعد كتير قوي لو حطيتيها في اي برطمان او اي بلاستيكه صغيره في التلاجة. ولما تعملي اي مخللات او اي بتنجان او تتبيله حتى سمك، هتطلعي منها وتحشي منها على طول، هتبقى حلوه قوي. انا عملت كمان تركه هنا، ان انا حطيت شويه ميه وحطيت عليها معلقه من البنجر اللي انا حطاه، بس هي ما ظهرتش هنا، حطيته بصراحه في الاخر. هنيجي بقى نعمل الحلو. هنا البيض خلاص كنت قفلت عليه كمان، وكان عندي هنا حليب حطيت عليه سكر. دول في حدود 5 كوبايات من الحليب او 6 كوبايات من الحليب. حطيت عليهم بقى معلقه من الدقيق، وحطيت الباقي نشا. معلقه الدقيق دي لما بتعمل بيها المهلبيه بتخلي الطعم كريمي قوي، ما بتخليش النشا يقفش. جربوها حلوه قوي، هتعجبكم ان شاء الله، وهتدعوا لي. هتعملوا قوام مهلبيه كده ناعم، وانتوا بتاكلوه مهما ينشف ما بينشفش كده. معلقه الدقيق بتخليه كريمي. انا حطيت معلقه واحده بس من الدقيق، وحطيت في حدود 3 معالق كبار من النشا على ال5 كوبايات من الحليب. طبعا لو عايزين هتزودوا الحليب ممكن تزودوا كمان معلقه من النشا، بس جربوا. تركه الدقيق دي بتخلي الطعم حلو قوي وبتفرق، والقوام بيبقى كريمي كده ومش بيبان ان هي دقيق خالص، يعني هيعجبكم قوي. حطيت بقى عندي الفانيليا، سبته بقى لغايه ما يغلي معايا. الفانيليا نحطها اخر حاجه.
هجيب بقى عندي هنا البولات وهفضي وهو سخن كده، ما نسيبهوش لحد ما يبرد. حبيت ان انا اعمل لهم حاجه حلوه. طبعا انا مخففه في السكر، ممكن تزودوا في السكر، عشان كده انا ما قلتش مقدار السكر. الفتره دي احنا ما بنعملش حلويات، يمكن القطايف اللي في الفيديو اللي فات ويمكن كمان المهلبيه دي تعتبر اول حلويات نعملها من اول رمضان، علشان احنا ما بنعملش حلويات الفتره دي. وللاسف برضو مش هعمل كحك وبسكوت علشان السكر ممنوع من ابني، وانا حابه يعني ايه يبقى الكل زي بعضه، ما يبقاش هو ما بياكلش يعني لانه طفل. فمش حابه ان انا اعمل اي حاجه من دي خالص، لغايه بس ما نسبه السكر عنده تنزل او نسبه الانسولين عنده تتظبط، بعد كده نظبطها. جينا هنا بقى انا حطيت سمنه وحطيت شويه من الزيت، وعندي كده هعمل كشري اصفر. حطيت بقى رز، حطيت عدس. والطريقه دي هعمل لكم تركه كده هتخلي لو عندكم شويه عدس صغيرين هتعملوا احلى كشري اصفر، هيبقى حلو قوي. كمان بحب بقى ان انا امسك العدس كده مع الرز مع السمنه بقى وشويه الزيت عشان يبقى مفلفل، وافضل اشوح فيهم كده لما احس ان العدس ذات نفسها لونها بقى فاتح. اول ما سخن معايا كده هحط معلقه من الملح او الملح حسب الذوق، وهحط نص معلقه صغيره من الكركم. الكركم بقى زي ما انتم شايفين، حتى هتاخدوا بالكم ان هو بيخلي الكشري اصفر جدا وبيبقى حلو قوي. حتى لو حاطه بس حاجه بسيطه من العدس هتعملي طبق كشري حلو قوي ولذيذ، وما بيأثرش على الطعم ولا اي حاجه، بيدينا لون حلو. بس هنحط بقى الميه بتاعتنا عادي كأننا مش حاطين عدس، علشان بس ما يطلعش مهري معانا. هنحط مقدار الميه بتاع الرز، يعني لو حاطين كوبايتين من الرز هنحط مثلا كوبايتين وربع من الميه، كوبايتين ونص من الميه، على حسب الرز بتاعك بياخد ازاي. ملكيش دعوه بالعدس خالص، مش هنحط له مقدار ميه. هسيبه بقى لحد ما يتشرب معايا زي ما انتوا شايفينه كده. هديله تقليبه من تحت ومن فوق، ما شاء الله لونه حلو قوي وهيعجبكم. اعملوه بالطريقه دي. بعد التقليبه دي بقى هحطه على نار هاديه، اغطيه كده بالغطا، وهنقله بقى على العين الصغيره دي وهسيبه يكمل سوا براحته. هنيجي بقى للطاسه ونحط فيها البطاطس علشان نحمرها. هنحمر البطاطس بتاعتنا علشان دي خلاص بقى كده الاذان خلاص. انا بحب اعملها طبعا اخر حاجه علشان هي اللي تفضل سخنه. والرز كمان زي ما انتوا شايفين انا بقلبه، شايفين استوى معايا ازاي، قصدي الكشري عفوا. ما شاء الله مفلفل وجميل جدا، هيعجبكم قوي. اعملوه بالطريقه دي. التشويحه الاولانيه دي هي اللي بتخلي الرز او الكشري بيبقى مفلفل كده وما يطلعش معجن معاكي خالص غير الميه السخنه. حطيت بقى في طاسه صغيره كده حته من السمنه صغيره، وهبدا بقى ان انا اجيب البيض بتاعي اللي انا سلقته واحطه كده يتدحرج. انا حطيت كده الكميه اللي انا حبيت ان انا احمرها، لكن انا سايبه بصراحه يعني بيضه كمان كده مسلوقه ما حمرتهاش لابني. فحطيت بقى البيض كده دحرجته في السمنه لغايه ما اخد لون، بيبقى حلو قوي وبيبقى طعمه كمان حلو. ما حمرتهوش كتير يعني، حطيته بس حاجه بسيطه، لان حتى الاولاد الصغيره بحس ان هم بيشيلوا كمان القشره ومش مقتنعين ان هو بيض مسلوق بالشكل ده. بوريكم كمان البتنجان، بقول لكم ان انا حطيت عليه البنجر وشوفوا لونه احمر ازاي. حطيت بقى معلقه صغيره من البنجر اللي انا عاملاه، ده اسهل حاجه. دوبته في شويه ميه وحطيته كده على البتنجان، بيديله لون حلو قوي وجميل. خلاص كمان هنا البطاطس بتاعتنا اتحمرت كمان، وهطلعها بقى على مناديل كده عشان تصفي كميه الزيت اللي فيها. وهكمل بقيه البطاطس لان انا ما كنتش عامله الكميه دي، بس كنت عامله الكميه حطيتها على مرتين. خلاص بقى كده هبدأ بقى ان انا خلصت كل الاكل بتاعي. ما عملتش حاجة ساقعة يعني عصير، لان الخلاط بتاعي كان فيه مشكلة. فعملت بقى تمر هندي، كان عندي اكياس، فعملت على السريع كده تمر هندي على السريع. وغرفت بقى الكشري بتاعنا، حطيت السلطه اللي عملناها، حطيت كمان البطاطس، حطيت البتنجان ده روعه، والتتبيله بتاعته دي حلوه قوي. بوريكم شايفين الكشري ما شاء الله مش ملزق كده ولا اي حاجه، حلو قوي. انا في ناس على فكره بيتحبوا ان هو يبقى مستوي شويه ويبقى فيه سن التعجينه كده، برضو بيحبوه كده. فبتحبوا زي ما تحبوا بقى، لو حابينه كده زودوا شويه الميه كمان، لو مش حابينه كده اعملوه زي ما انا عاملاه. بوريكم كمان البتنجان ما شاء الله، شايفين يعني حته البنجر الصغيره. وانا هسيب لكم في صندوق الوصف في التفريزات عشان تعملوه برضو بالطريقه دي ويبقى سهله معاكم. خلاه لونه احمر مع ان انا عاملاه على السريع، يعني ما قعدش لما استنى كمان للسحور
عشان انا سجلت تاني يوم كان بصوا احمر دم. بوريكم كمان المهلبيه بتاعتنا ما شاء الله حلوه قوي. انا نسيت ان انا اطلع منها كده بالمعلقه عشان تشوفوا قوامها، بس قوامها كان حلو قوي. ان شاء الله تعجبكم، وفطارنا كمان ان شاء الله يعجبكم. فطار سهل وبسيط. لو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والشير علشان الفيديو يترفع ويظهر فيه محركات البحث. وكمان اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يضغط على اشتراك ويفعل الجرس على الكل علشان كل ما انزل فيديو يجيله اشعار بيه. والسلام عليكم.